السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. في إطار مخطط السيطرة ديال صحاب الحال على العالم، راس الخيط ديالهم في هذا البلان هو ميريكان. إلا سيطروا عليها صافي سيطروا على كل شيء. لتنفيذ هاد البلانات ضروري تيخصهم إيكيب تيجمعوا فيها غير اللب اللي ما تيكونش فيه خوه، فين يبانوا مع هادوك اللي كتقلب عليهم النازا وكتجيبهم. هادوك اللي كتجيب تيكونوا متابعينهم الكشافه ديالهم ملي تيكونوا صغار بحال الديكور ديال الكره. ملي تيلقاوهم تيديروا لهم قرايتهم الخاصه وتعلموهم من الكتوبه المخفيه. هذيك ليكيب ملي كتسالي قرايتها تيزرعوها غير في المراكز الحساسه، تيفرشوا التيران وتيعطيو الفتوى وكيتسناو. دعموا رؤساء وحارب اخرين على ما يجي صاحب دعوتهم اللي ينفذوا به المخططات ديالهم. حتى جا ليهم ترامب، ملياردير، أداة مثالية، شخصية جريئة ومثيرة للجدل وفيه الزعامة. وماشي أي زعامة أمولاي الصديق، الزعامة ديال ولاد نيويورك اللي كبروا في الكوينز. واخا كان الحي ديالو اللي سميتو جامايكا ساكنة فيه الطبقة المتوسطة، كان مقابل معاها حي هاوارد بيتش وأوزون بارك، معقل المافيا اللي كانت كتجمعهم نفس المدرسة والملاهي والمطاعم وانت غادي. المافيا كانت منتشرة في قاع نيويورك، المخدرات، التهريب، الابتزاز، القتيلة بالفلوس. لكن سبيسياليتي ديال العائلة اللي كانت في الكوينز هي البني والنقابات. وبطبيعة الحال المافيا اللي تنهضروا عليها وجامعة كل شيء هي المافيا الإيطالية كوزا نوسترا. فهذاك الحي ديال جامايكا كانوا حداه بزاف ديال الجامايكيين والمكسيكيين والمهاجرين اللي جاو من جزر الكرايب وبزاف ديال شناوة. في ديك الوقيته كانت مازال العنصريه، داكشي علاش غادي يكبر ما تيحملهمش. وهذا الشيء كتشوفوه في الحرب ديالو مع الصين ومع المكسيكيين اللي دار عليهم صور وبدل لهم حتى سميات خليج المكسيك اللي ولات رسميا دابا خليج ميريكان. ترامب في صغرو كان مشاغب من الدرجه الاولى، كاع ما تيخاف، ديما جاب صداع، وحيت ولد العبد كان طويل وصحيح كان تيسلخ الدراري وكانوا تيخافوا منه. كاع ضرب استاذ في المدرسه نفخ ليه عينيه كانوا صافي غادي يطردوه من القرايه. لكن باه كان مريقل، خاف على ولده وما بغاهش يضيع، وباش يسيطر على العنف ديالو غادي يدخلو المدرسه عسكريه هي اللي قرا فيها كاع الثانوي حتى كمل. من بعد غادي يلتحق بالجامعه حتى سالا قرايته. ترامب ديما كان تيحلم بالشهره، ديما كان تيحلم يكون ستار ديال السينما ولا شي مذيع مشهور. داكشي علاش ديما كان تيحضر لهاديك التولك شو وديما في الماتشات ديال البوكس والكاتش ديال الابطال الكبار بحال تايسون. لكن باه عاوتاني قال ليه بلاص ما تخدم عند الناس خدم جمع الحبه، وديك الساعه شري شي محطه تلفزيونيه ودير افلام مثل فيها كاع الا بغيتي. وداكشي اللي كان ترامب غادي يسمع لباه وغادي يتبع حرفة بوه لا يغلبوه، وغادي يدخل للدومين ديال البني. ترامب تعرض للإفلاس شحال من خطرة طاح وناض وعاوتاني طاح وناض. وهاد القدرة اللي عنده ديال الرجوع لأكثر من مرة، خصوصا في الدومين ديال العقار، راه الخيال العلمي أمولاي الصديق، وهذا الشيء اللي غادي يجذب ليه الأنظار. في 1986 كاع الأبناك غادا تجمد ليه الأرصدة ديالو وغتاخدها حتى حد ما تلا بغا يسلفو. جمعت عليه الديون والمنافسين كاملين هازين الجناوة بحال البقرة إلا طاحت، كيتسناو العقارات اللي بناها والكازينوات الفاخرة اللي كان مشهور بها باش تتباع في المزاد العلاني. ترامب في ورطة حقيقية هاد المرة ومحتاج للمال بأسرع طريقة ممكنة. فهاديك الوقيته كانت بداية نهاية الاتحاد السوفيتي، وكما قلنا في حلقة سابقة أصحاب الأموال بحال حيوانات الغابة تيهربوا هما الاولين حيت تيحسوا بالزلزال قبل ما يطرا. غادي يهربوا فلوسهم خارج الاتحاد السوفيتي، واي بوكو حبه روسي غادي يجمعها وغادي يجيبها للميريكان. وبزاف منهم مشاو واستقروا في نيويورك حيت تما كاينه المافيات اللي تقدر تغسل ليهم هذيك الفلوس. وهذوك الروس غادي يتجمعوا اغلبيتهم في بروكلين. ترامب غادي يتصل بهم، وبطبيعه الحال المحامي ديالو كان ديما حاضر معاه. وهذا المحامي هو نيت المحامي ديال المافيا
كوزا نوسترا تلوحة وتفرفر. باش يدير ريمونتادا ويخرج من الإفلاس غتجيه فكرة عبقرية وهي يبيع سميتو مقابل 30%. حتى بنك ما بغى يتعامل معاه ويدخل معاه في هذا البلان إلا داتش بانك اللي موراه كان بنك خور روسي عنده صلة فلاديمير بوتين. ودابا بديتي كتفهم. ترامب اللي جلس في الطبالي في الكازينوات مع كبار المافيا الطاليانية والروسية وغيرهم، راه ملي تيجلس حدا شي رئيس اوروبي ولا امير قطري ولا خليجي بطبيعة الحال راه غادي يبيدقو، راه تلوحة وتفرفر. راه ما عندوش الدبلوماسية التقليدية، عنده المفاوضات ديال المافيا اللي فيها التهديد. داكشي علاش كلشي تيخاف منه حتى من كبار المجرمين بحال نتنياهو. في ميريكان كاينه واحد الجمعيه ديال الطب النفسي عمرها دخلات في السياسه بسبب الخطوره ديالها، والطبيب النفسي كتبان ليه انت بحال شي كتاب مفتوح دغيا تيقراك. هاد الجمعيه لاول مره غدير نداء استغاثه قالت فيه ان ترامب غادي يخرج علينا. ترامب فيه جنون العظمه من الدرجه اللي ما فيهاش شي حاجه سميتها الهزيمه، والراي ديالو خاصو يتطبق وخا طير معزه. هاد الجمعيه غتقول كذلك ان ترامب ما تيعتبرش راسو كشخص عادي، مي كشخص مثالي معصوم من الخطأ، ومصيبة إلا كان دماغه دخل ليه أنه هو المنقذ المنتظر. شنو علاقة صحاب الحال بهذا الشيء؟ غادي نشوفوه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. دائما الخبار في راسكم. تحياتي. 4 years ago, we took a wrong turn and lost our purpose. We lost the strength that makes Americans who we are. If we dared to speak the truth, it was called hate speech, and our values were labeled shameful. That's when everything we care about fell apart. We surrendered our borders, our paychecks, and our courage. Our patriotism was called toxic. Men could beat up women and win medals, but there was no prize for the guy who got up every day to do his job. Now we're being asked to settle for the way things are. And we're wondering if America can make a comeback. We can, because we've done it before. When we get knocked down, we don't stay down, we get up again. We fight, we fight, we fight. I'm Donald J. Trump, and I approve this message.